صار الليل وراجع الشاب من شغله على البيت. فتح باب البيت وشاف البيت قايم قاعد. ارتعب، ركض صار ينادي حبيبتي وينك. سمع صوت من بعيد عم ينادي وعم يقول حبيبي أنا هون بالمطبخ. فات على المطبخ وشاف كراسي وطاولات فوق بعض. اطلع لفوق وشاف صنفورة علقانة وما عم تعرف تنزل. صار يضحك، قال لها لك عمري شو عم تعملي فوق؟ قالت له عم جيب الطنجرة مش عم اطبخ. قال له وليش كل هالكراسي؟ قالت له خلاص ما بتعرف اني قصيرة؟ قال لها ان شاء الله بيقبرني القصير. وقرب لعندها وحملها ونزلها وقال لها منيح اللي جبت معي اكل، توقعت انه تكون صنفورتي علقانة بالسقف. قالت له ما تتمسخر علي. قال لها لا يا عمري، اصلا الحق علي انا، كان لازم نزل لك الاغراض قبل ما انزل. طلعت فيه وقالت له شو جبت اكل ورجيني؟ قال لها جبت لك معكرونة مشان تطولي. قالت له لك بلا غلاصتك. قال لها تعالي بدي اقول لك شغله. قالت له انت بتنزل لعندي. ونزل عندها وقال لها بتعرفي انه انت احلى شي بحياتي، هيك مثل ما انت، بكفي لما حدا بده منك شي بينزل لعندك، بكفي انه البراءة كلها بعيونك، بكفي انك صنفورتي وانوثتك كلها بنعومتك، هيك بحملك وبلعب فيكي عكيفي. شو اهبل انا اتزوج وحدة طويلة؟ انا بدي وحدة احتوية وخبيها بقلبي، كون إلها الأمان، تضيع بحضني، دور عليها ولاقيها بقلبي. ضحكت وقالت له إنه خجلتني حبيبي وهيك يعني خلاص بكفي. نطت عليه وقالت له بحبك يا غليظ. ضحك وقال لها تعالي قلك سر. قالت له شو؟ قال لها بتعرفي إنه أنا أصلا ما نزلت الطنجرة؟ طلعت فيه هيك نظرة استغراب وقالت له إنه يعني مستقصد تعذبني لأني قصيرة؟ قال لها لا بالعكس، عملت هيك كرمال اجي وشوفك بهالمنظر. اصلا انا بعشقك لانك قصيرة وبحبك لانك قصيرة، واللي بدي اياها